إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على افتراض أن أم حسن مؤسسة بوسبير جزائرية، كما يدعي العياشة، افترضت هذا الحوار فإليكموه. سيدة أم حسن، ماذا لو سألتك عن من هي أم حسن؟ أم حسن هي مناضلة جزائرية تطوعت للانتقام ممن خانوا المقاومة الجزائرية وفضلوا الارتماء بين أحضان الاستعمار طواعية وعن طيب خاطر. كيف تصفين نفسك بالمناضلة والعياشة يتهمونك بتأسيس أكبر مخور في العالم وبنشر الدعارة في أوساط نسائه؟ كوني وصفت نفسي بالمناضة هذا لأني لست عاهرة، أما عن بوسبير فعليهم أن يسألوا حاميهم الليوطي وقوادهم لكلاوي اللذان ساعداني على تنفيذ مهمتي، ثم يسألوا نسائهم عن قابليتهن الشرهة للفسق والمجون. كونك تعترفين بأنك جزائرية، ألا تجدين أن هذا يضر بسمعة الجزائر والجزائريين، وتعطينا الحق للعياشة كي يعيروننا بك؟ أبداً، فبوسبير ليس في الجزائر ولا رائداته جزائريات، وبالتالي فأم حسن والجزائر بريئتان من قولهم هذا، وكان على العياشة أن يشكروا الجزائر ويمجدوا أم حسن تماماً كما يمجدون الليوطي. لهذه الدرجة سيدة محسن أنك تقارن نفسك بالجنرال ليوطي؟ ثم على ماذا يمجدونك؟ هذا لان العياشة غير كل البشر، فهم من باركوا الحماية الفرنسية ثم أصبحوا يسمونها استعماراً، لكن لا زال علم الليوطي يرفرف في سمائهم ونشيده يردد في رجاء مملكتهم وتمثاله شامخاً في الدار البيضاء. وأين وجه المقارنة هنا سيدة أم حسن؟ العياشة هم من فرضوا هذه المقارنة، وذلك بزعمهم أن التواجد الفرنسي بالملوك كان استعماراً، لأنهم يمجدون كل آثاره. كذلك مع بوسبير الذي كانوا يعتبرونه دور ترفيه، واليوم يصفونه بالماخور، متناسين أن فيهم من يطالب بادراجه ضمن التراث العالمي. سيدة أم حسن، كلمة أخيرة للعياشة، تفضلي. ليعلم العياشة أن أم حسن ليست عاهرة، وحتى لو كانت عاهرة ما كانت لتتمكن من إنشاء بوسبير في بلاد لالت فاطمة سمر وحسيبة وجميلة ووريدة مداد، لكنني وجدت في رجالكم ونسائكم الأرض الخصبة لزراعة بذور الفسق والعهر، وجعلكم ضحكة للعالم.